اولا جهه المدن هي بوابه الصحراء كما تعرفون، فيها سوق ام حريش اللي كان سوق دولي اللي فيه فاش يعني هذا سوق ام حريش اللي كانت كتلقى القوافل التجاريه سواء القادمه من شمال المغرب او كذلك القادمه من الجنوب. ملي كنقولوا الجنوب يعني قادمه من السنغال، من موريتان، من دكار، من تندوف، من قلميم. كان يعني مركز هذه القوافل تما فاش كانوا يتلاقوا القوافل التجاريه، وتما كيتم تبادل السلع والتبادل التجاري. غنحاولوا ما امكن انه نرجعوا لهذه المنطقه هاد الاشاعه ديالها التجاري. حنا كنشتغلوا الان باش اننا نوجدوا واحد المقترح قانون اللي غيتم المناقشه ديالو في البرلمان، اللي يعني تحسين دور الغرف وتنزيله على ارض الواقع. اول واخر صفه اللي خصك تعطيو المقصود روح المواطنه. من تكون روح المواطنه راه كل شيء حتى حاجه ما غاديش قدامك. بالنسبه للعالم السياسه يقدر نقول لك انني التحقت به منذ دراستي به على المستوى الثانوي. كما تعرفون انا حاصل على شهاده البكالوريا في العلوم التجريبيه، والان يعني عندي الباشلر في المانجمنت ان شاء الله من هذا العام السنه المقبله. خلال دراستي على المستوى الثانوي كانت واحد الماده في الاجتماعيات سميتها الشأن المحلي، ويلا التكريات يعني يلا داروها فقيلا على ما اظن في السنه الثانيه ثانوي. وهذه الماده ديال الشأن المحلي يعني في سنه 1996 تزامنت مع ترشح ديال واحد السيد عندنا من العائله في غرفه التجاره والصناعه والخدمات ديال ديك الوقت كانت قلميم السماره، جهه قلميم السماره. وهذاك الوالد يعني كان واحد من الاعيان ديال قبيله الخصاص في اقليم طنطان، وكان عنده واحد الاجماع ديال مجموعه من الناس اللي كانوا جاوا من الخصاص ومن ايت الخا من حاحه من نواحي الصويره، بحكم التجاره ديالو اللي كيدير ديال التجاره ديال المواد الغذائيه وتجاره الشاي. يعني كان عنده واحد المجموعه ديال الشركاء ومجموعه ديال التجار اللي كان ديما على تواصل معهم، وكانوا كيجيو يناقشوا مع المشاكل ديالهم سواء على مستوى الاقليم طنطان سواء على مستوى التجاره. يعني هذه مجموعه من العوامل ساعدتني انني نكون ملم بالعمل السياسي. حتى الى غايه سنه 2007 كنت خدت واحد التجربه ديال الترشح في البرلمان المقعد الثاني. يعني في اللائحه كانوا كيكونوا جوج مقاعد بحكم ان اقليم طنطان فيه جوج مقاعد، كنت انا هو يعني الثاني ديال اللائحه. 2009 ترشحت انا راسي شخصيا بغرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه قلميم السماره انذاك. من هنا انطلق العمل السياسي. بطبيعه الحال كانوا مجموعه من الصعوبات، كانوا مجموعه من التحديات بحكم ان الانسان شاب. ديك الوقت كانت عندي واحد ما يقارب 28 سنه. وصلت 2021 من بعد اللقاء اللي دار السيد الامين العام على اقليم طنطان، كان السيد الامين العام وكانوا مجموعه من اعضاء المكتب السياسي اللي حضروا في هذا اللقاء، وشفنا البرنامج ديال حزب الاستقلال، وكذلك يعني الناس اللي كانوا ديال الاستقلال على اقليم طنطان اللي اقتنعت بهذا البرنامج ديال حزب الاستقلال. وخلال شهر يعني يوليوز 2021 التحقت بحزب الاستقلال. استطعنا اننا نظفروا بالرئاسه ديال جامعه الغرف المغربيه. في هذه الجامعه الغرف المغربيه اللي كتختلف العمل ديالها على العمل ديال غرفه التجاره والصناعه والخدمات. الولايه السابقه اللي ترأست فيها الغرفه ديال جهه قلميم ودنون كانوا مجموعه من النقاط ومجموعه من المحطات ومجموعه من الاشياء اللي تم التحقيق ديالها، اللي هو يعني تنزيل الهيكل التنظيمي ديال الغرفه. ما كانش هيكل تنظيمي، تم التنزيل ديالو يساعد الغرفه على الاشتغال. كذلك التوعيه ديال التجار ولاو كيكونوا دورات تكوينيه، ما كانش كتكون دروك يعني في الولايه السابقه استطعنا ان نديروا دورات تكوينيه للتجار فيما يخص التجاره الرقميه، فيما يخص التغطيه الصحيه، فيما يخص قانون الصفقات العموميه، فيما يخص قانون الماليه. مجموعه من المشاريع اللي كيتم المناقشه لها على صعيد الغرفه. كذلك احداث مقرين لغرفه التجاره، مقر باقليم قلميم ومقر باقليم طنطان. وكذلك الانخراط ديال التجار اللي ما كانش استطاعوا انهم يرجعوا الثقه في هذه المؤسسه، لان المؤسسه تفقدت الثقه ديالها بحكم ما كانش كدير واحد العمل. ولكن الحمد لله بفضل هذا الانخراط ديال التجار ولات انها رجعت الثقه ديالها باش التجار يكونوا على تواصل. كذلك تنظيم رحلات على حساب المنتسبين على الدول الاجنبيه، بحيث ان هناك معارض ولاو يعني كاين اتفاقيات شراكه ما بين مجموعه من البلدان، ما بين اسبانيا، ما بين تركيا، ما بين مصر. اولا جهه قلميم ودنون هي بوابه الصحراء كما تعرفون،
فيها سوق ام حريش اللي كان سوق دولي اللي فيه فاش يعني هذا سوق ام حريش اللي كانت كتلقى القوافل التجاريه سواء القادمه من شمال المغرب او كذلك القادمه من الجنوب. ملي كنقولوا الجنوب يعني قادمه من السنغال، من موريتان، من دكار، من تندوف، من قلميم. كان يعني مركز هذه القوافل تما فاش كانوا كيتلاقوا القوافل التجاريه، وتما كيتم تبادل السلع والتبادل التجاري. غنحاولوا ما امكن انه نرجعوا لهذه المنطقه هذه الاشعاع ديالها التجاري. كذلك الرؤيه ديال صاحب الجلاله في اطار مخطط تنميه الاقاليم الجنوبيه اللي تسنى امام انظار صاحب الجلاله في اكتوبر 2015 فيما يخص تثنيه الطريق ما بين تيزنيت الداخل كذلك فيما يخص المطارات، تهيئه المطارات ديال طنطان وسيدي افني، تهيئه الموانئ ديال طنطان وديال سيدي افني. يعني استثماريا خصنا هذه المنطقه عندنا واحد الرؤيه اننا نرفعوا من قيمه الاستثمار. وكما تعرفون ان هذه المنطقه هي منطقه يعني قلميم منطقه فلاحيه، طنطان منطقه ديال الصيد البحري. هاد جوج العوامل اللي غتساعد باش تنهض، اللي غتساعد تنهض بهذه الجهه هذه والتقدم بها نحو الأحسن. فعلا كل عمل عنده تحديات ديالو، وليس من السهل باش تجمع ما بين غرفة وما بين جامعة، وخاصة في ظل هذه التطورات وهذه التغييرات المتسارعة سواء على المستوى الوطني سواء على المستوى الدولي. أولا يعني كنحاول ما أمكن في يعني خدامين على دراسة واحد القانون اللي غادي يكون فيه يعني تموقع دور الغرف والدور ديالها، بحيث ان كما تعرفون ان الغرف الدور ديالها هو دور استشاري. احنا كنشتغلوا الان باش اننا نوجدوا واحد المقترح قانون ولا مقترح مشروع اللي غيتم المناقشه ديالو في البرلمان يعني تحسين دور الغرف وتنزيله على ارض الواقع. فيما يخص على مستوى جامعه الغرف هناك تحديات كبيره، لان العمل ديال الغرفه ماشي هو العمل ديال الجامعه. العمل ديال الجامعه عندها ما هو الدبلوماسيه الموزعه على المستوى الخارجي على المستوى العالمي، وكذلك التنسيق ما بين الغرف على المستوى الوطني. يعني هناك تحديات على مستوى الغرف. بالنسبه للجامعه هناك تحديات، يعني التنسيق ما بين جميع الغرف والتنزيل ديال هذا المشروع، لان كل جهه على حده، كل جهه اختصاصات الخصوصيات ديالها. يعني غتحاول ما امكن ان تجمع كل جهه والخصوصيات ديالها وتخرج بواحد المشروع اللي هو شامل باش تقدمه للبرلمان ويتم المناقشه ديالو في الغرفتين. وعلى مستوى الدولي مجموعه من المؤسسات اللي ما كانتش جامعه الغرف يعني حاضره فيها، كاتحاد الغرف العربيه، كاتحاد الغرف الاسلاميه، كاتحاد الغرف الاورو المتوسطيه، كاتحاد الغرف الافريقيه. ما كانتش جامعه الغرف حاضره في التكتلات الدوليه، والحمد لله في ظرف سنتين هذه استطعنا اننا ندخل مجموعه من المؤسسات الموازيه الدوليه فيما يخص اتحاد الغرف العربيه. احنا اعضاء، كذلك العضويه ديالنا كجامعه الغرف في اتحاد الغرف العربيه الفرنسيه. يعني مجموعه من المؤسسات الدوليه اللي ما كانش جامعه الغرف كتحضر فيها وما كانش كتمثل. الحمد لله اليوم استطعنا اننا نمثلهم، واستطعنا اننا نجيبوا رؤوس اموال ونجيبوا رجال اعمال باش يشوفوا يعني يشوفوا المغرب ويشوفوا المجموعه من يعني العوامل اللي كتحفزهم انهم يستثمروا على المستوى المغربي. في ظرف سنتين كان واحد التحدي كبير، يعني مجموعه من النقاط اللي كانت تحدي وفي نفس الوقت خص تحققها باش يعني تسير التطور اللي كيعرفوا المستوى الدولي. حزب الاستقلال كما تعرفون هو اعرق حزب، وحزب اللي هو عتيد، وحزب اللي هو ذو مرجعيه اللي هي هو اللي كان سباق لتقديم ملتقى الاستقلال ومجموعه من الامور. انا نهضر على راسي الحمد لله في هذا الوقت هذا انني لقيت ذاتي في هذا الحزب هذا، والحمد لله حتى الناس اللي المسؤولين والناس اللي في القطاعات، سواء السيد الامين العام نزار بركه، سواء السي نعمه مياره اللي هو رئيس مجلس المستشارين، سواء السير مسيو رياض مجزور وزير التجاره والصناعه اللي اوريزمون معايا في نفس القطاع. مع هاد المسؤولين كلهم كاين واحد التواصل دائم، كتحس بواحد الاريحيه في الاشتغال، لان اهم شيء هو التواصل والثقه. ملي كيكون التواصل وكتكون الثقه وكيكون واحد الاريحيه ديال الاشتغال، راه سوي سير انك الحمد لله غتزيد لقدام. جامعه الغرف المغربيه للتجاره والصناعه والخدمات اللي هي كترأس يعني 12 غرفه جهويه اللي كيتم يعني التواصل بيناتهم، التخطير ما بينهم، المشاكل اللي كتعاني منها كل غرفه على حده. هنا 12 رئيس، المكتب يتكون من 8 الاشخاص، الرئيس وثلاثه النواب
والامين والمقرر والنائب ديالو والامين والمقرر ديالو، يعني ما يقارب واحد 8 الاشخاص. ولكن الحمد لله 12 رئيس كلها بحال كاينه في المكتب، لان هناك رؤساء لجان. تم يعني احداث لجان، درنا لجنه ديال الشراكه والتعاون اللي غتم على المستوى الدولي، درنا لجنه الاتصال على المستوى الوطني، درنا اللجنه البرلمانيه اللي فيها برلمانيين ومستشارين، واخا ماشي رؤساء ولكن اعضاء في الغرف وبرلمانيين، اللي ما عمرها كانت دات اول خطره باش يتم مناقشه الاكراهات والمشاكل اللي كيعيشوها الغرف، ويعني الخروج بمقترحات اللي غادي يتم المناقشه ديالها في البرلمان. كذلك احداث خدينا على عاتقنا في اطار برنامج العمل السنوي، وكذلك في مخطط العمل خلال 6 سنوات، اننا نقوم بواحد يعني تنظيم واحد المؤتمر ولا مؤتمرين في السنه على الاقل في كل جهه، باش الناس تعرف الدور ديال الجامعه، وكذلك تعرف العمل اللي كتقوم به الجامعه في كل جهه. بحال هذه السنه عندنا 2 مؤتمرات اللي هو مراكش والداخله، اللي غتحاول جامعه الغرف انها يكون يعني هناك واحد جلب مستثمرين، تعريف المنطقه، المواكبه ديالهم، الاستثمارات ديالهم الا بغاو يستثمروا، سواء المستثمرين الاجانب اللي غادي يحضروا، سواء عقد ثنائيه مع المستثمرين المغاربه اللي بغاو يستثمروا في خارج البلاد. التطلعات ديالنا والدور ديال جامعه الغرف على المستوى الدولي او فيما يخص الدبلوماسيه والموزيه فهو جد مهم. كما تعرفون التحديات اللي ولا كيعرفها العالم، وكذلك القاره ديالنا الافريقيه على وجه الخصوص من بعد كورونا، ولا كل شيء كيقلب على الاكتفاء الذاتي. اي بلد كيقلب على الاكتفاء الذاتي ديالو. فجائحه كورونا غيرت الرؤيه وغيرت الاستراتيجيه ديال العمل ديال الدول، سواء الدول الراسماليه سواء الدول اللي في دور نمو. المغرب الموقع ديالو بحكم الموقع ديالو، فهناك مجموعه من يعني التحديات، مجموعه من الاطماع اللي كتحث علينا اننا نشتغلوا ونعاودوا نشتغلوا. افريقيا هي المغرب هو البوابه ديال افريقيا. اذا جامعه الغرف المغرب للتجاره الصناعه والخدمات عندها واحد الثقل، وعندها واحد العمل جبار اللي خصها تقوم به فيما يخص يعني التحديات في هذه القاره هذه. كذلك على المستوى الدولي فهناك يعني مجموعه من التحديات اللي سواء على مستوى اوروبا، سواء على مستوى الشرق الاوسط، سواء على مستوى اسيا، اللي عندنا مجموعه من التحديات اللي اننا نحاولوا نبرزوا يعني الجاذبيه ديال المغرب، المؤهلات ديال المغرب، الاستراتيجيه ديال المغرب، التموقع ديالو، المؤهلات اللي كيتوفر لها فيما يخص جلب مستثمرين اجانب للاستثمار في المغرب. كاين مجموعه من المجالات، نذكر على سبيل المثال لا الحصر مجال الطاقات المتجدده، الطاقه الريحيه، الطاقه الشمسيه، كذلك الهيدروجين، اللي الان اكبر شركه من بين الشركات الكبار في العالم اكس لانكس البريطاني اللي داير واحد الاستثمار اللي هو جد مهم فيما يخص جهه المدن في تصدير الهيدروجين. هذا المشروع اللي هو جد مهم، وصاحب الجلاله كيحث على هذا الهيدروجين اللي غادي من التصدير ديالو، وكذلك يعني لو ستوكاج ديالو. هذا من بين يعني الاشياء اللي من هنا لقدام العالم غادي يكون في حاجه لهذه الطاقات هذه. اذا هذا من بين السلاسل اللي ممكن انه تساعد المغرب انه يتموقع في مصاف الدول الكبرى في انتاج هذه الطاقات هذه، وكذلك في انتاج الهيدروجين. هذا فيما يخص الطاقات، كذلك فيما يخص الكهرباء، كذلك فيما يخص الفلاحه. يعني مجموعه من العوامل اللي غتساعد ان المغرب انه يمشي لقدام فيما يخص الاستثمارات سواء الداخليه او الخارجيه. بالنسبه للغرف وكذلك جامعه الغرف، فيعني هناك تحديات كبيره سواء يعني مع نظيرتها على المستوى الدولي او على المستوى الوطني. كما تعرفون التحديات اللي جات من بعد كورونا، هناك يعني الرقمنه، هناك الذكاء الاصطناعي، مجموعه من العوامل اللي خص يعني الغرف ليس فقط المغربيه ولكن على المستوى الدولي انها تغير النظر ديالها فيما يخص التسيير ديال المشاريع، تسيير يعني الطاقه البشريه، اليد العامله. مجموعه من التحديات اللي خصنا نشتغلوا عليها، وان شاء الله اننا احنا واخدين عاتق على نفسنا اننا نسيروا هذه التحديات هذه، واننا نشوفوا الافضل. لاننا كما تعرفون كنحضروا في منظمه العمل العربيه، في منظمه المشغلين الدوليه، في الامم المتحده، يعني مجموعه من المؤسسات الدوليه اللي احنا فيها اعضاء وكنحضروا فيها وكنناقشوا هذه الامور هذه اللي الحمد لله جامعه الغرف ولات كتحضر، ولات كتناقش، ولات كتدلي بالدوي ديالها، ولات كتدلي بالراي ديالها، ولات كتستافد من تجارب ديال دول خارجيه، ولات يعني هذه التجارب ولات نحاولوا اننا ننزلوهم على ارض الواقع في المغرب. اول واخر سفر اللي خسرت وزير المكسود روح المواطنه.
من تكون روح المواطنه راه كل شيء حتى حاجه ما غاديش قدامك. يعني ملي كتحس بديك الروح ديال المواطنه، بديك الغيره ديال البلاد، بدوك التحديات وديك الطاقه الايجابيه اللي كتكون. وكذلك الحمد لله كنشوفوا ان دروك اغلب المناصب اللي هي مهمه فيها ناس مثقفين، ناس في المستوى، ناس شباب اللي عندهم واحد الطاقه قويه وطاقه ايجابيه اللي غتساعدك انك تتحدى وانك تنزل الرؤيه ديالك على ارض الواقع، وكذلك الوصول للبلاد ديالك لمصاف الدول الكبرى.